عندك استنى بقى عشان ايه الكلام كده يحلو، فلازم نقلع بقى عشان العروض جايه. بص بقى يا محمد، هتاخد مني اسعار لمتابعينك الله، ما شفتهاش في مكان تاني. اكس ار ب 9000 جنيه. انزل حط لايك بسرعه ويلا بينا نخش على العظمه اللي موجودة. سبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وزي ما اتعودنا يا شباب، مع بدايه كل شهر باجي اقول لكم على متوسط اسعار الايفون مستعمل، عشان لو حد فيكم نازل يشتري اي موبايل يبقى عنده خلفيه عن الاسعار. وزي ما قلت لكم يا شباب قبل كده اكتر من مره، الاسعار اللي باجي اقول لك عليها ما بتكونش اسعار من دماغي، ولكن بكون متواصل مع اكتر من مكان وبجيب لكم متوسط الاسعار اللي هم بيبيعوا بيها وباجي اعرضها عليكم. وطبعا النهارده مع بدايه شهر 7 جاي اقول لكم متوسط الاسعار كان كام. وخليني اقول لك ان الاسعار الفتره دي بقت في المتناول جدا، وتقدر تشتري موبايل ايفون الفتره دي لو انت عايز، ودي تقريبا افضل اسعار هقدمها لك من خلال سنه عدت وبالنسبه للاسعار اللي كنا بنقولها. يلا بينا نبدا في الاسعار مع بعض، بس قبل ما ابدا معاك كالعاده ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل اكبر عدد من الناس، ولو انت مش مشترك في القناه يشرفني وجودك. يلا بينا. طب يا شباب هنبدا دلوقتي مع بعض مع اول موبايل وهو الايفون 8 بلس. طبعا حد فيكم دلوقتي هيقول لي ال 8 بلس اتوقف عليه الابديت وليه حطه في قائمه الاسعار؟ يا شباب ال 8 بلس حتى لو وقف عليه الابديت كل الابلكيشن شغاله عليه بشكل طبيعي. يعني انت مثلا لو بتستخدم الفيسبوك، الانستجرام، الواتساب، استخداماتك العاديه خالص، ال 8 بلس بالنسبه لك هيكون ممتاز، مع العلم ان الكاميرات بتاعته قويه جدا جدا جدا، فبالتالي الموبايل ده هيكون مناسب جدا بالنسبه لك. الموبايل هنا ال 8 بلس بيجي بمتوسط سعر حوالي 7000 جنيه، عشان كده دايما اقول لك شوف احتياجك ايه من الموبايل وروح اشتريه. ما تكونش بتستخدم بعض الابلكيشن البسيطه على الموبايل وتروح تجيب موبايل مثلا ب 20 او ب 30 الف جنيه وانت مش هتستفيد بالامكانيات بتاعته. طيب تعالى نطلع بعد كده للموديل اللي بعده وهو الايفون اكس، اللي تقريبا هو ال 8 بلس مع اختلاف حجم الشاشه والفيس اي دي وبعض الحاجات البسيطه. الايفون اكس هنا بيجي بمتوسط سعر حوالي 8000 جنيه لحد 9000 جنيه برضو على حسب الحاله وحسب المساحه. تعالوا نطلع للموديل اللي بعد كده وهو الايفون اكس ار. والمفاجاه هنا يا شباب ان شركه ابل اعلنت ان من اول الايفون اكس ار فيما فوق كل دول هيوصل لهم اخر ابديت اللي هو الاي او اس 18 اللي هينزل بشكل رسمي في شهر 9. يعني لو انت ناوي تشتري الاكس ار هاته بقلب جامد، ما تخافش لان التحديث الجديد هينزل عليه وهتاخد كل المميزات. الايفون اكس ار يا شباب النهارده بيجي بمتوسط سعر حوالي 9000 جنيه لحد 10000 جنيه على حسب الحاله وحسب المساحه بيتحدد سعر الموبايل. وخليني اقول لك ده واحد من افضل الموبايلات لو ناوي تشتري موبايل الفتره اللي جايه، هاته بقلب جامد وما تخافش. تعالوا بقى نطلع يا شباب بعد كده للايفون اكس اس اللي برضه هيوصل له اخر ابديت اللي هو الاي او اس 18، وده النهارده هيكون متوسط سعره حوالي من 10500 جنيه لحد 11500 جنيه برضه زي ما قلت لكم على حسب الحاله وحسب المساحه هيتحدد السعر. تعالوا بقى يا شباب نروح للايفون اكس اس ماكس، وده متوسط السعر اللي النهارده هيبدا معاك من حوالي 14000 جنيه لحد 16500 جنيه برضه على حسب الحاله وحسب المساحه بيتحدد السعر، ولكن ده رينج الاسعار اللي هتلاقيه موجود في معظم الاماكن. تعالوا نطلع بعد كده بقى يا شباب للايفون 11 اللي هتلاقيه في متوسط سعر من 14000 جنيه لحد 16000 جنيه برضه على حسب الحاله وحسب المساحه بيتحدد سعر الموبايل. تعالوا بقى يا شباب بعد كده نروح للايفون 11 برو، وده متوسط السعر اللي النهارده هيكون حوالي من 16500 جنيه لحد 18000 جنيه برضه على حسب الحاله وحسب المساحه بيتحدد السعر. هنيجي يا شباب للموديل اللي بعد كده وهو الايفون 11 برو ماكس، وده متوسط السعر اللي النهارده هيكون من 18500 جنيه لحد 22000 جنيه برضه على حسب الحاله وحسب المساحه هتلاقي الموبايل ده متوسط السعر بتاعه. تعالوا بقى يا شباب نطلع للايفون 12 مع بعض، وده متوسط السعر اللي النهارده هيكون من 17000 جنيه لحد 18500 جنيه برضه على حسب الحاله وحسب المساحه. خلي بالكم يا شباب ان الاسعار اللي انا بقول لكم عليها دلوقتي ممكن تروحوا مكان تاني تلاقوا الاسعار دي اعلى وممكن تلاقوها اقل، فزي ما بقول لك حاله الموبايل هي اللي بتحدد السعر، ولكن دي الاسعار اللي هتلاقيها بنسبه 90% في معظم الاماكن. تعالوا بقى يا شباب نطلع مع بعض للايفون 12 برو، وده متوسط السعر اللي النهارده هيكون من 21000 جنيه لحد 23000 جنيه برضه على حسب الحاله وحسب المساحه هيتحدد السعر معاك. هاخدك بعد كده بقى للايفون 12 برو ماكس، وده متوسط السعر اللي النهارده هيكون من 24000 جنيه لحد 27000 جنيه برضه حاله الموبايل والمساحه هتحدد السعر زي ما احنا اتفقنا. فخلي بالك دايما حاله الموبايل هي اللي بتحدد السعر او المساحه. طبعا حاله الموبايل دي يا شباب يعني البطاريه كام في الميه، هل الموبايل اصلا فيه خبطات في الجنب، في اي غدوش في الشاشه، في اي حاجه في الموبايل، كل ده بيقلل من سعره. ولكن لو الموبايل حالته كويسه جدا مفيش اي خرابيش فيه مفيش اي حاجه، سعر الموبايل بيبدا يعلى معاك، خصوصا لو كانت البطاريه بتاعه الموبايل كمان عاليه معاك. تعالوا بقى يا شباب نطلع مع بعض دلوقتي للايفون 13، وده النهارده هيكون متوسط السعر ليه من 21000 جنيه لحد 24000 جنيه. طبعا مساحه الموبايل هي اللي هتحدد معاك السعر، لان معظم الحالات اللي هتلاقيها موجوده في السوق هتكون حالات الايفون
الايفون 13 ممتازه جدا، الموبايل ما اتبهدلش لان لسه لحد فتره قريبه كان بينزل منه جديد، فهتلاقي منه حالات كويسه جدا في السوق. فهنا اللي هيحدد معاك السعر قوي مساحه الموبايل. تعال نطلع بقى بعد كده للايفون 13 برو، وده واحد من افضل الموبايلات اللي انا نفسي ارشحها لك، وده هيكون متوسط السعر اللي النهارده من 27000 جنيه لحد 30000 جنيه، برضو على حسب حاله الموبايل والمساحه وقوه البطاريه هيتحدد معاك السعر. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون 13 برو ماكس، وده متوسط السعر اللي النهارده هيكون من 34000 جنيه لحد 37000 جنيه على حسب الحاله وحسب المساحه هتقدر تحدد سعر الموبايل. ولكن خليني اقول لك ان سلسله ال 13 واحده من افضل الموبايلات اللي نزلت من شركه ابل. تعال اخدك بعد كده بقى يا شباب للايفون 14 وال14 العادي وال14 بلس، مش هتكلم عنهم لان ال14 العادي تقريبا هو الايفون 13، فمش مستاهل ان انت تروح تجيبه. والايفون 14 بلس طبعا كتير منكم عارف رايي في الموبايل ده، فما رشحش اي حد فيكم انه يروح يشتريه اصلا خالص. تقدر تجيب ال 13 برو هيكون افضل منه بمراحل. هنطلع بعد كده بقى يا شباب للايفون 14 برو، وده متوسط السعر اللي النهارده هيكون من 38000 جنيه لحد حوالي 40000 جنيه متوسط السعر ليه. طبعا ممكن تجيبه بسعر اقل من ده وممكن تجيبه بسعر اعلى من ده، زي ما قلت لك حاله الموبايل هي اللي هتحدد لك السعر. هنروح بعد كده يا شباب للايفون 14 برو ماكس، وده متوسط السعر اللي النهارده من 41000 جنيه لحد 45000 جنيه، وممكن يعلى لو بدات تدخل في المساحات الكبيره جدا للموبايل. وبكده يا شباب اكون عرفتكم متوسط الاسعار للموبايلات كلها كام في شهر 7 2024. ولكن خليني اقول لك على حاجه ولازم تركز معايا. بصوا يا شباب، الاسعار اللي انا قلت لك عليها دي زي ما قلت لك في بدايه الفيديو هتلاقيها موجوده بنسبه 90% في بعض الاماكن، ولكن مش معنى كده ان الاسعار دي هتنزل مش هتلاقي غيرها. ممكن تلاقي الاسعار اعلى وممكن تلاقيها اقل، وفي عوامل كتير بتحدد السعر. ولكن انا بجيب لك المتوسط بتاع سعر الموبايل ليه؟ هفهمك. انا مثلا جيت قلت لك النهارده الايفون 13 برو متوسط سعره من 27 ل 30، فلما تيجي تروح لحد يقول لك ب 35000 جنيه، وطبعا هتسمع الاسعار دي ده تسيبه وتمشي، لان حرام تجيب الموبايل بالسعر ده. وممكن انت ما يكونش عندك خلفيه عن الاسعار، فبالتالي تفتكر ان ده سعر الموبايل. ما ينفعش مثلا ايفون 8 بلس النهارده بيتباع ب 7000 جنيه تروح لحد يقول لك ب 10000 جنيه او ب 11000 جنيه وحاله الموبايل كويسه وانت تروح تشتريه. حرام، الموبايل ما يستاهلش اكتر من 7000 جنيه، ممكن بحد اقصى تزود 500 جنيه بحيث ان الموبايل ده يكون متوسط السعر ليه. عشان كده باجي اديك متوسط للاسعار. يعني حتى الاسعار اللي انا بقول لك عليها لو اختلفت في اي مكان تاني بيبيع موبايلات هتلاقي فرق السعر بسيط جدا، حوالي 500 جنيه و1000 جنيه في الموديلات اللي تحت ال 11 برو ماكس، وممكن بحد اقصى 2000 جنيه في كل الموبايلات اللي فوق ال 11 برو ماكس، لان سعر الموبايل بيكون عالي، فبالتالي ممكن تلاقي النسبه تزيد معاك لحد 2000 او النسبه بتاعه السعر تقل معاك. وخلي بالك لو قلت عن الاسعار اللي قلت لك عليها ثق تماما ان حاله الموبايل هتكون مش حلوه. يعني الموبايل هيكون مغير شاشه، الموبايل هيكون في حاجه. وخلي بالك من نقطه مهمه جدا، ان الموبايلات دلوقتي يا شباب بتتقفل ووتر بروف. يعني ممكن الموبايل يكون مفتوح ومغير شاشه وتلعب على البورده بتاعته وتروح تجيب الموبايل وللاسف تمسك الموبايل زي ما كله بيعمل وتنفخ في درج الشريحه، هتلاقي الموبايل ما بيخرجش معاك هوا، فبالتالي بتقول ان الموبايل مقفول وما اتفتحش قبل كده، ومن هنا بيبدا الضحك على الناس. فخلي بالكم من النقطه دي قوي يا شباب. وانت بتشتري موبايل مستعمل خلي بالك من المكان اللي انت بتشتري منه. وانت بتشتري مستعمل اوعى تفرح بسعر الموبايل لو كان اقل من غيره. وانت بتشتري المستعمل اسال عند واحد واثنين وثلاثه على حاله الموبايل اللي انت اشتريته، لان خلي بالك سهل جدا يضحك عليك. ولكن لو انت بتشتري من مكان موثوق او مكان انت ضامن وعارف ان المكان ده كويس، طبعا بتشتري بقلب جامد، لان هيكون عندك خدمه ما بعد البيع. لو جبت الموبايل وحصل فيه مشكله او لقيت فيه اي حاجه تقدر ترجع للمكان وتسترد فلوسك او تستبدل الموبايل بكل سهوله، لان المكان هيكون خايف على سمعته. وبنسبه كبيره الاماكن الكبيره اللي زي دي وهي بتشتري الموبايل بتعرف تفحصها بشكل كويس جدا. وبكده اكون وصلت لك سريعا متوسط الاسعار لشهر 7 كام، وبرضه عرفتك بعض الحاجات اللي تكون واخد بالك منها لو رايح تشتري موبايل ايفون مستعمل الفتره اللي جايه. وخليني اقول لكم اخيرا ان في ناس كتير منكم عارفه ان انا نزلت اكتر من مكان صورت فيه وجبت عروض، ولكن المفاجاه اللي جاي لكم بيها ان في مكان الفتره اللي جايه هنزل اصور لكم منه، حرفيا هقدم لكم اسعار وعروض على الموبايلات هتكون مفاجاه لكل واحد فيكم. عشان كده ما تنساش تشترك في القناه عشان يوصلك الفيديو اول ما ينزل. وطبعا لو بتشوفني لحد دلوقتي ما تنساش تدوس لايك للفيديو عشان يوصل اكبر عدد من الناس وكله يشوفه ويستفاد. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب اكون قدمت لك معلومه مفيده. كان معاكم محمد المكتر من قناتي على اليوتيوب. مع السلامه.